بأجواء رمضانية كتير حلوة حابة دردش أنا والصبايا فادية وتالا. وبحب أذكركم إذا كان عندكم أي مشوار مشغولين موظفة ما قدرت تهتمي بولادك، نحن بنستقبل أولادكم يومياً من الساعة 8 للساعة 4:30. هلا رح نتحدث شوي. اوكي فادية، هيك حابة اسألك كم سؤال. ريدي؟ فادية، شو أكتر شيء بتحبي تعمليه برمضان؟ بحب اتسحر. وشو سهرانة برمضان. وشو الأكلات اللي بتحبيها؟ منقوشة. أكثر الأولاد بيحبوا وقت السحور والسهر برمضان بالليل، لأنه كل الأولاد بيحبوا شو يعملوا يا تالا؟ يسهروا، ما هيك؟ طيب تالا، وين بتحبي تاكلي على الإفطار؟ يعني وين بتحبي أكثر شيء تفطري؟ عند أهل ماما. ما يسمعونا أهله للبابا، بس لا عادي عن جد ما حدا يزعل، لأنه أغلب الأولاد بيحبوا ياكلوا وين؟ عند التيتا إما للماما، وأنا أولادي هيك نفس الشيء. أوكي. فادية، شو بيأثر فيكي؟ يعني شو هو الشيء اللي بيأثر فيكي بشهر رمضان؟ بشوف ناس فقراء بالطريق إنه ما عم ياكلوا وهيك. إيش؟ إذا شفت ناس فقراء بالطريق يا فادية شو بتعملي؟ بنعطيهم أكل أو بنعطيهم مصاري. برافو، كتير حلو. بالفعل شهر رمضان بشجعنا كتير على الخير، يعني كتير أشياء أو عادات ما بنعملها برات شهر رمضان. خلال هذا الشهر أغلبنا بحب يعمل طاعات وبحب يعمل خيرات وبحب شو كمان يكرم الناس ويساعد الناس، خاصة الفقراء. ليش نحنا منصوم؟ الصيام مثل ما كتير ناس من جديد صار التعريف ونحكى بموضوع الصلاة قديش إلها فوائد من الناحية العلمية على صحة جسم الإنسان من الحركات اللي هو بيعملها خلال الصلاة وغيرها. كمان الصيام يا فادية ويا تالا له كتير فوائد، عم نحكي عن الصحة النفسية والصحة الجسدية والخلايا المنيحة بالجسم ترجع تتجدد وبتقوى. ورح أحكي عن هذا الموضوع مع أنه منه اختصاصي، لكن رح أحكي عنه خاصة مع الأولاد لحتى يعرفوا أكتر شو هي فوائد الصيام. ما تنسوا لايك والكومنتس.